كل سنة وانت طيبة يا ملك. وانت طيبة يا ستي وكل حاجة، بس النهاردة مش عيد ميلادي لسه في شهر 7. لأ، بمناسبة الكريسماس والسنة الجديدة بقى وكده. هو انت بتعرفيش ان احنا حرام كمسلمين ان احنا نحتفل بالكريسماس او بالسنة الجديدة؟ حرام اصلا ان احنا نهنئ حد بالسنة الجديدة او بالكريسماس. ايه ده ازاي؟ انا بقولك كل سنة وانت طيبة بس مش اكتر. بصي، هو حرام. طب ما تيجي نشوف. هو حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة مميزة جدا. النهاردة هنتكلم عن الكريسماس، وهل هو حرام ولا حلال المسلمين ان هم يحتفلوا بيه او يهنئوا بعض. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل ناس كتير، خصوصا في الوقت ده من السنة، الكريسماس. طيب ايه موقفنا كمسلمين؟ هل يجوز اننا نحتفل بيه؟ هل مجرد اننا نتزين او نشارك الناس اللي حوالينا يعتبر تشبه؟ وهنبدأ بفهم الموضوع من جذوره علشان نوصل للحق من غير ما نجرح اي حد او نسيء لاي دين، لان الدين عند الله الاسلام، والاسلام دين السلام. ايه هو الكريسماس؟ اول حاجه لازم نفهمها، الكريسماس هو عيد ديني بيحتفل بالمسيحيين بميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام. الاحتفال ده مرتبط بعقائد دينيه تخص المسيحيين فقط، زي فكره ميلاد ابن الله استغفر الله العظيم، وده طبعا مخالف تماما لعقيدتنا كمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد. ودي رسالة واضحة وصريحة إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولادة أو الإنجاب. مكانة سيدنا عيسى عليه السلام في الإسلام، إحنا كمسلمين مكانة سيدنا عيسى عليه السلام عظيمة جدا، وهو نبي من أولي العزم من الرسل، والقرآن ذكره كتير. سيدنا عيسى عليه السلام كان عبدا لله ورسوله. حكم الاحتفال بالكريسماس في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ده حديث واضح وصريح بيحذر المسلمين من التشبه بغيرهم في العقيدة أو في الأمور الدينية. الكريسماس مرتبط بعقيدة مش بتاعتنا، علشان كده ما تشاركش فيه بأي شكل، حتى لو كانت حاجة بسيطة زي شجرة الكريسماس أو تبادل الهدايا ممكن تبقى مخالفة. طيب يعني كده المشاركة في الكريسماس مش مجرد حاجة بسيطة، ده ليه أبعاد أكبر. احنا كمسلمين لازم نبقى مميزين بعقيدتنا وأعيادنا اللي هي عيد الفطر وعيد الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لقى ناس بيحتفلوا بأعياد معينة، قال لهم: ده معناه إن أعيادنا مش بس مختلفة، لكنها خير وأفضل. الفرق بين التسامح والمشاركة، هنا في نقطة لازم نفرق بينها. الإسلام بيعلمنا التسامح واحترام الآخر، يعني لو حد من أهل الكتاب بيحتفل إحنا مش مطالبين نسيء ليه أو نتدخل في احتفاله. لكن المشاركة حاجة تانية خالص، لأن ممكن تبقى موافقة ضمنية على عقائدهم، وده مش مقبول. الإسلام يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لكم دينكم ولي دين. الكريسماس بقى جزء من الثقافة العالمية، وده خلى ناس كتير تفتكر انه حاجة عادية مش مرتبطة بالعقيدة. بنشوف الزينة والهدايا وكأنها مجرد بهجة، بس حقيقة ان كل ده جزء من الطقوس الدينية للمسيحيين. حتى لو الناس ما بتقصدش حاجة، احنا لازم نكون فاهمين المعاني الحقيقية ورا الاحتفالات دي. طيب احنا كشباب مسلمين نتعامل ازاي في الوقت ده من السنة؟ نحترم اللي حوالينا لكن من غير مشاركة، نفتخر بديننا ونظهر هويتنا الإسلامية، نوضح للناس بشكل هادي ومحترم إننا بنحب سيدنا عيسى عليه السلام، لكن احتفالات الكريسماس مش جزء من ديننا. نركز على نشر قيم الإسلام الحقيقية: المحبة والتسامح والالتزام بالعقيدة. لو صاحبك المسيحي عرض عليك تحتفل بالكريسماس أو جاب لك هدية، تعمل إيه؟ أولا، لو عرض عليك تحتفل بالكريسماس، أول حاجة لازم تكون واضح ومحترم في رفضك. بص، أنا بحترم احتفالك وعارف إن ده يوم مهم بالنسبة ليك، بس ديني بيعلمنا إننا ما نشاركش في احتفالات دينية مش من عقيدتنا. أنا متأكد إنك هتتفهم موقفي. المهم إنك ترفضه بطريقة لطيفة من غير ما تجرحه أو تسيء ليه، لأن الإسلام بيعلمنا نحترم الآخرين ونحسن معاملتهم. ثانيا، لو جاب لك هدية في الكريسماس،
قبول الهدية في حد ذاته مش حرام طالما مفيش نية تشجيع على الاحتفال أو المشاركة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من غير المسلمين في حياته. ممكن تقوله حاجة زي شكرا جدا على الهدية دي، لفتة جميلة منك وأنا مقدر ده جدا، بس أنا أحب أوضح إننا كمسلمين مش بنحتفل بالكريسماس، لكن ده مش هيغير احترامنا لبعض. ثالثا، ازاي تحافظ على العلاقة من غير ما تخالف دينك؟ ربنا بيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني مفيش مشكلة انك تتعامل معاه بحب واحترام طالما مفيش حاجة ضد دين. رابعا، لو حاول يضغط عليك تحتفل خلي موقفك ثابت لكن من غير ما يبقى فيه عنف او حساسية. انا فاهم انك بتحب اننا نشاركك فرحتك، بس ديني ليه حدود واضحة وانا بحترم ديني زي ما بحترم دينك. وجودنا صحاب مش معناه اننا لازم نعمل نفس الحاجة. خامسا، لو عايز تظهر تقديرك من غير ما تشارك ممكن تعبر عن احترامك ليه بشكل عام بعيد عن الاحتفال، زي انك تسأله عن خططه لليوم او تعبر له عن تمنياتك بالسعادة من غير ما تدخل في طقوس دينية. رفض المشاركة يكون بلطف ووضوح. قبول الهدايا جائز طالما مفيش نية تشجيع على الاحتفال. حافظ على العلاقة الطيبة مع صحابك وبين ان احترام دينك جزء من احترامك ليه. خليك قدوة في التعامل علشان صاحبك يحترم عقيدتك اكتر. هل الاحتفال بالسنة الجديدة حلال ولا حرام؟ أول حاجة نفهم الموضوع. الاحتفال بالسنة الجديدة مش زي الكريسماس لأنه مش عيد ديني، لكن هو مناسبة مرتبطة بالتقويم الميلادي اللي بقى جزء من حياتنا اليومية. ومع ذلك لازم نعرف إن الإسلام عنده أعياد محددة بس للمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى. مثلا لو الاحتفال بشيء عادي زي الترفيه أو الاجتماع مع العيلة، لو الاحتفال مجرد تجمع مع الأهل والصحاب أو إنك بتراجع خططك للسنة الجديدة من غير أي مظاهر دينية أو تقاليد لغير المسلمين، ده ممكن يكون جائز طالما مفيش إسراف أو معصية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثانيا، لو الاحتفال فيه تقليد لمظاهر غير المسلمين، لو الاحتفال فيه حاجات زي طقوس معينة أو تقاليد لعادات غير إسلامية، ده ممكن يدخل في تشبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. أهم النصايح تحتفل إزاي؟ أولا، استغل الوقت في حاجة مفيدة بدل ما تضيع وقتك في احتفالات ملهاش معنى. استخدم السنة الجديدة كفرصة للتفكير في أهدافك وتجديد نيتك للخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ثانيا، اجعل الاحتفال بعيد عن الإسراف. لو هتعمل حاجة بسيطة مع أهلك أو أصحابك خليك معتدل وما تصرفش فلوس كتير في حاجات ملهاش قيمة. الاحتفال بالسنة الجديدة لو كان مجرد مناسبة اجتماعية أو وقت للتأمل والتخطيط للسنة الجديدة ومفيش فيه تخالف الدين ممكن يكون جائز، لكن لو في معاصي أو تقاليد لعادات غير المسلمين أو طقوس دينية يبقى مش مستحب أو ممنوع. دايما خلي نيتك ترضي ربنا واستغل الوقت ده في حاجة تفيدك في الدنيا والآخرة. في النهاية الكريسماس مناسبة بتظهر التسامح بين الأديان، لكن ده مش معناه إننا نحتفل بحاجة مش من ديننا. الإسلام علمنا نحترم الآخر من غير ما نضيع هويتنا. افتكروا دايما الدين عند الله الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم. شكرا لكم على المتابعة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة واستنونا في حلقات جديدة. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تهنيه على الكفر؟ هذا عيد ديني، لا يجوز تهنئته على عيد ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون، قال: إن الله قد أبدلكم بعيدين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. لا يجوز.
أن يهنأوا على دينه، هنأ بالولد، هنئه بالزواج، ما في مانع، لكن ما تهنأ على دين باطل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري. فليس للمسلمين عيد سوى عيد الفطر والأضحى ويوم الجمعة، وما عداها فأعياد كفار. وفي حديث ابن عمر الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. أو أعياد محدثة. وفي حديث جابر الثابت: وكل محدثة بدعة. رواه النسائي. كعيد رأس السنة وأعياد الميلاد وغيرها مما يعود ويشبه بالعيد.